اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لا إله إلا الله. كيف يكون الخلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يحمل عظما رفعة، ففتت العظم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، وقال: يا محمد، أتزعم أننا إذا صرنا عظاما رفاة ستعود الحياة لنا من جديد؟ فنزل القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالت النصارى: عيسى ليس بمخلوق بل هو ابن الله. فقال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى خلق من مريم وآدم خلق من تراب. من هو أبو آدم؟ من هو أبو عيسى؟ أصل آدم تراب وأصل عيسى مريم. أي الأصلين أعظم أصلا؟ أن يخلق رجل من تراب بلا أب ولا أم، أو يخلق من أم بلا أب؟ أيهما أسهل؟ أيهما أبين؟ أيهما أقرب للعقل؟ فكيف لا تستنكروا خلق آدم من تراب ثم تستنكروا خلق عيسى من مريم؟ حواء من أين جاءت؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هي نفس من؟ آدم. نفس واحدة. لماذا قال نفس ولم يقل روح؟ أنتم ما خلقتم من روح آدم، إنما خلقتم من نفس آدم. ما الفرق بين النفس والروح؟ والروح مخلوق. النفس هي الروح والجسم إذا اجتمعا، هذه نفس. فإذا انفصلا كان الجسم جسما والروح روحا. قال الله جل وعلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. عندئذ أصبح نفسا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. الروح ترجع للسماء والجسم يرجع إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الخلق ينقسم إلى قسمين: قسم له أصل خلق منه، وقسم ليس له أصل خلق منه بل خلق بأمر الله من العدم. مثال: ما خلق من العدم؟ لم يكن موجودا فخلق العرش، خلقه بكن، لم تكن هناك مادة خلق منها بل خلق بأمر الله. القلم خلق بأمر الله. السماوات والأرض خلقن بأمر الله. الماء أصل خلق بأمر الله. النار خلقت بأمر الله. النور خلق من العرش. إلهي، هذا فعلك وهذا خلقك وهذا دليل وجودك، فمن الذي يستطيع أن ينكر وجود الله أو يسأل دليلا على وجود الله؟ فمن أنطق اللحم الذي يتكلم وهو اللسان، ومن أبصر الشحم الذي يرى وهو العين، ومن أسمع العظم الذي يسمع وهي الأذن. العين ملئت ماء مالحا، والفم ملئ لعابا باردا، والأذن ملئت صمغا مالحا. كل ذلك
لتعلموا أنه لا إله إلا الله. أصول الخلق التي خلق الخلق منها 4. أصول الخلق التي خلق الخلق منها 4. أولها النور، وخلق منه ماذا؟ الملائكة. ثانيها النار، وخلق منه ماذا؟ الجن. الإنس خلق من النار، اتق الله. الجن والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثالثها الماء، خلق منه ماذا؟ كل شيء حي، الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الحيات، العقارب، كل ذي روح من ماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الرابع التراب، خلق منها من؟ آدم. وهذه ال4 موجودة عند كل أحد. هل منكم من ليس في بيته نور؟ هل منكم من ليس في بيته نار؟ هل منكم من ليس في بيته ماء؟ هل منكم من ليس تحت قدميه وحوله تراب؟ هذه وصول الخلق 4. فيا معشر الخلائق، من يستطيع منكم أن يخلق من النور ملكا واحدا، أو من النار جنيا واحدا، أو من الماء ذبابة واحدة، أو من التراب بشرا واحدا؟ هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. الله الخالق. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أنتم أشد ولا السماء؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها. كم بينكم وبين السماء من المجرات؟ وكم في المجرة من النجوم؟ وكم بين النجم والنجم من المسافات؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والنجوم خلقها الله ل3 أهداف: زينة للسماء الدنيا، ورجوما للشياطين، وتهتدون بها في ظلمات البر والبحر. والنجوم في الفضاء كالبشر فوق الأرض، منهم الأطفال الصغار، نجوم صغيرة أولاد، ونجوم شباب، ونجوم شيوخ. وتموت النجوم كما يموت البشر، كل شيء هالك. أما رأيتم النجم يسقط؟ أما رأيتم النجم ينفجر؟ وهكذا تتسع المجرات لنجومها، وتتسع النجوم لما فيها. والأرض بين هذه المخاطر في أمن وأمان، لا يسقط عليها نجم ولا يقربها كوكب، فالشمس تجري لا مستقر لها، والقمر يجري في مداره لا مستقر له، والأرض تجري، والمريخ يجري، وكل كوكب يجري بأمر الله، يدور على نفسه ويدور على ما حوله، والمجرة تدور والمجرات من حولها، والكون كله يدور، والسماء فوق ذلك تمور مورا، وفوق كل سماء سماء أكبر منها ضعفين. فالسماء الدنيا كالبيضة أحاطت بما فيها، والسماء الثانية أحاطت بالأولى، والثالثة أحاطت بالثانية، والرابعة أحاطت بالثالثة، والخامسة أحاطت بالرابعة، والسادسة أحاطت بالخامسة، والسابعة أحاطت بالسادسة. فالسماوات بعضها في بعض، والأرض جوف ذلك كالقلب في جوف الجسد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا